مفيش واحده جات لي في العلاقات الزوجيه عندها مشكله الا اذا كانت هي السبب. هدف الشيطان الاول هو افساد العلاقات الزوجيه. المشكله الحقيقيه مش بيني وبين شريك حياتي، المشكله الحقيقيه بيني وبين الشيطان العبيط اللهبل اللي عمال يديني افكار وانا مصدقاه وبسمع كلامه. والاكتر المشكله الرئيسيه ان انت اصلا بعيده عن ربنا. اول حاجه من الحيل دي حاجه اسمها همسه الم. انتبهي من الهمسه دي، مش لازم كل لما تشوفي حاجه لازم يبقى ظن سوء. حاجه اسمها المسرحيه الوهميه. يعني ايه بقى مسرحيه وهميه؟ تبدا تبني قصص عليها، بعديها على طول لعبه التضخيم بقى. يعني يبدا ان هو يضخم لك كل حاجه. لو مثلا قام من النوم وما قالكيش صباح الخير، انت مش متخيله ممكن تبقى مصيبه. في حاجه اسمها التوقيت الشيطاني السام. ايوه، ما انت على طول نكدي ومنكد علينا يا حبيبه قلبي، ما هو عمل حاجات حلوه كتير. لا، ده اسمه التوقيت السام. حاجه اسمها بقى ايه؟ وهم الوحش الظالم. يعني ايه؟ يعني دايما طول الوقت انت عماله تلقي اللوم على شريك حياتك. والله العظيم تقدري بربنا سبحانه وتعالى انك تقلبي موازين حياه بيتك دي كلها. فرصه وانت في رمضان ابتدي معانا وشوفي ربنا سبحانه وتعالى عامل معاكي ايه. من اهم اغواء الشيطان برضو في الحته دي ومهمه قوي هي فكره المقارنه. خدوا بالكم من الحته دي، لان اللي انتوا بتشوفوه صوره غير الباطن خالص. العلاقات المحرمه بحجه اصل انا مش مشبعه من جوزي. حجج الشيطان العبيط اللهبل من الاغواء بتاعه. معلش، اصل البني ادم ضعيف، اصل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم بقلبك. فالله يكرمكم، الشيطان ده لن تتخيلوا، على الرغم من انه هو زي ما قلت لكم عبيط وتافه، بس لا، سم بيبثه. اول ما تلاقي الشيطان داخلك بيقول لك فكره، بصي بيعمل، بصي مش عارفه ايه، ردي كده مش مشكله، انا راضيه ابدا. تقومي رايحه عامله حاجه حلوه مع جوزك.